السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. والله العظيم اشتقت لكم كتير كتير. اليوم رح نعمل مع بعض بابا غنوج أو متبل الباذنجان بطريقة كتير بتشهي. مبدئيا امبارح نمت بصراحة كتير، كنت تعبانة وما قدرت أنظف الغاز، فصحيت الصبح أول حاجة أول ما شفت الغاز قررت إن أنا أعمل متبل باذنجان. ليش؟ لأنه أنا بعمله على راس الغاز وما بيهون علي ألاقي الغاز نظيف صراحة وأعمل متبل، فلذلك لما شفته كده قلت خلاص الوصفة لازم نسويها. حطيت البتنجانات على راس الغاز وبلشت أقلبه بالطريقة اللي انتوا شفتوها تمام لحد ما عندي يستوي تماما. كيف بعرف انه استوى تماما؟ بدخل السكينة جوا، إذا دخلت خلاص، إذا ما دخلت يعني بتكون لسه بدها. اللي استوى بحطه في تبروير وبغطيه علشان اقدر اشيل القشرة بكل سهولة. في عندي طريقتين لحتى اشيل لب البتنجان. الطريقة الاولى اجيب البتنجان واقسمها من النص وبلش اطلع اللب بالشوكة والملعقة، لانه بكون كتير سخن صراحة، يعني اذا مو مستعجلين تركوه يبرد. اما اذا مستعجلين طبعا زي حالات بدكم تجهزوا غداكم فيكم تعملوا الطريقة هاي. الطريقة الثانية تجيبوا حبة البتنجان وتقشروها شوية شوية لحتى يطلع معكم القشر كله تماما، وتاخدوا اللب وتحطوه على بعض. بعد ما خلصت كل الكمية جبت زبدية تمام، حطيت فيها فلفل اخضر، حطيت عليها رشة ملح ودقيتها لحد ما صارت عندي ناعمة، وعصرت نص لحبة ليمون عليها، وصارت عندي الدقة او التتبيلة تبعتها جاهزة. راح نحطها على جنب. نجيب البتنجان راح ندقه دق، فيكم تحطوه بالخلاط ولكن اطيب لكم تدقوه دق، بتحسوا بطعم البتنجان كده. بعدين حطيت عليه الدقة او خلطة الفلفل اللي احنا عملناها والليمون، حطينا حوالي 3 ملاعق من الطحينة و3 ملاعق من اللبن الزبادي تمام، وحطينا رشة ملح، وصارت عنا الوصفة جاهزة تماما. راح تدقوها ولا اطيب، كأنكم تشوها على الفحم. بعدين حطيتها بصحن التقديم حطيت عليها شوية زيت زيتون، وبالعافية علي أكلها. شايفين الغاز؟ هذا المنظر لازم يتغير فورا. في البداية شلت مناصب الغاز، وبعد هيك شلت العيون وبلشت أليفه كتير كويس أو أجليه تمام، أو أصبنه يعني نظرا لاختلاف اللهجات الموجودة بالصفحة. خلاص، وبعد هيك بلشت اصبنه كتير كويس وبعد ما خلصت جبت قطعة قماش وبلشت اني انظفه شوية شوية من الصابون بالطريقة هاي اللي انتو شايفينها. وبعد ما شلت الصابون جبت قطعة قماش تانية تكون ناشفة وبلشت انظف شوية شوية. وبعد ما خلصت جبت بخاخ المية. طبعا انا كل ما بجلي الغاز لازم اعمل هاي الحركة على اساس لو في اي صابون اي رغوة كله يروح. بعد ما نضف الغاز ما شاء الله عندنا الحوض كان معدوم، فاول حاجة غسلت قطعة القماش على اساس اني راح افرد عليها كل اشي راح اجليه بالطريقة هاي، وبلشت اني اصبن عيون الغاز والمناصب واحطها على جنب على قطعة القماش. هذا أول روتين أنا أعمله، روتين بسيط ولذيذ، بتمنى إنه يعجبكم من كل قلبي. وإذا عجبكم يا رب تحطوا لايك لإلي، وكثرة اللايكات رح أعرف إنكم بدكم مني أعمل روتينات تانية، رح تكون برضو روتينات بسيطة وما بتاخد وقت لإلكم تتفرج عليها، وتكون خفيفة لطيفة وتكون هيك موجودة معمولة بكل حب لإلكم. بتمنى تشجعوني وتحطوا لي لايك وكومنت، وبستنى منكم كل التعليقات الحلوة اللذيذة اللي زيكم تمام. طبعا تأخراتي بالفيديو لأنه بصراحة ما بلاقي أي تشجيع، فلازم ألاقي تشجيع لحتى أستمر معاكم. بعد ما نظفت الحوض وخلصت خالص تماما بلشت أجي أنشف القطاع الموجود تبعت الغاز، لأني خلاص رح أركبه، لأني رح أطلع من المطبخ كله بيرفكت. بعد ما خلصت بلشت أركبهم على أركب عيون الغاز وبعدين المناصب تمام بالطريقة هاي. وبعد ما خلصت جبت قطعة القماش نظفت فيها باقي المجلة، وبعد هيك يعني غسلتها، وكده صار جاهز. ويعطيكم ألف عافية. إيش رأيكم؟